في سنة 1986 أديلايد كانت بتقضي إجازتها مع أهلها في سانتا كروز. خلال ما كان والدها منشغل بلعبة، قررت أديلايد تتمشى، وهي ماشية ونزلت سلم مظلم لحد ما وصلت الشاطئ وشافت عاصفة جاية. هناك لاحظت بيت مهجور للمرايات الترفيهية ودخلت جوه. وهي بتتمشى جوه البيت اتخضت من بومة صناعية في اللعبة. فجأة النور انطفى وأديلايد خبطت في مراية بالغلط. بدأت تصفر وهي بتدور على المخرج، وفجأة حد صفر ردا عليها. في اللحظة دي خبطت في مراية تانية، لكن لما لفت انعكاسها في المراية ما كانش بيعمل زيها. ولما البنت التانية أخيرا لفتت، أديلايد وقفت مذهولة ومصدومة. في سنة 2019 أديلايد كبرت وبقت أم، ووصلت مع عائلتها لبيتهم الصيفي عشان يقضوا الإجازة. وقت الغدا جاب جوزها كان بيقول لبنتهم زورا إنها ما تستسلمش وتكمل جري، لأنها ممكن تحقق حلم الأولمبياد يوما ما. ابنهم جيسون كان بيتدرب على خدعة سحرية، لكنه كان خايف يعملها قدام الكل. جاب أعلن إنهم هيزوروا الشاطئ في سانتا كروز، وأديلايد ما كانتش سعيدة بالفكرة. افتكرت كلام أهلها عنها بعد حادثة بيت المرايات، وقالوا إنها اختفت لمدة 15 دقيقة بس، وكانت بتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. كانوا عايزينها تحكي اللي حصل، لكنها رفضت تماما. المعالج النفسي نصحهم يخلوها تعبر عن اللي جواها عن طريق الرسم أو الرقص. في الوقت الحالي أديلايد وجاب كانوا بيتخانقوا لأنها مش عايزة تروح الشاطئ. جاب ذكرها إن ده أول صيف يجوا فيه بعد وفاة جدتها، وأقنعها إنها تعمل كده عشان ولادها. بعدين راحت أديلايد تدور على ابنها ولقت صندوق فيه حاجات من طفولتها. صورة خلتها تفتكر أيام ما كانت بترقص وكانت متوترة وهي بتبص في المراية. اللحظة دي اتقطعت بصراخ جيسون اللي كان مستخبي في الدولاب وتقفل عليه. بعد ما حررته نصحته إنه ما يلعبش هناك. بعد شوية في العربية حاولت أديلايد تسترخي وتستمتع بوقتها مع عيلتها، لكن منظر الشاطئ خليها متوترة. افتكرت مرة تانية خناقة أهلها بسبب حادثة بيت المرايات وقت ما كانت مش قادرة تتكلم. صحيت من شرودها لما سمعت صوت إسعاف وشافت المسعفين بياخدوا راجل ميت. أديلايد عرفتوا إنه نفس الراجل اللي كان ماسك يفطة في الكورنوفال. على الشاطئ قعدوا مع عائلة تايلر، رغم إن أديلايد ما بتحبش كيتي، لكنها بتحاول تتعامل معاها عشان الأزواج أصدقاء. زورا ما بتحبش بنات كيتي لأنهم بيعملوا معاها وحش. كيتي حاولت تفتح كلام مع أديلايد، لكنها قالت لها إن الكلام صعب عليها. الجو الصاخب حواليها خلي أديلايد عصبية مرة تانية، وفضلت سارحة لحد ما الطبلة كانت هتخبطها. في الوقت ده جايسون خرج من الحمام وشاف راجل لابس بالطو طويل ودم سايل من صوابعه. في اللحظة دي أديلايد لاحظت إن ابنها مش موجود واتوترت جدا، لكن جايسون رجع بسرعة وشرح إنه كان في الحمام بس. بالليل أديلايد كانت بتحط جيسون في السرير لما لاحظت رسمته الأخيرة اللي كان فيها الراجل النازف. بعدها أديلايد قالت لجاب إنها عايزة تسيب المكان لأنه بيخليها تحس إنها مش على طبيعتها. حكت لجاب عن حادثة المراية، وشرحت إنها شافت بنت لما لفت وشها اكتشفت إنه نفس وشها. أديلايد جرت على أهلها وقتها، لكن من ساعتها وهي بتقلق إن البنت التانية هترجع تلاحقها. من ساعة ما وصلوا هنا وحاجات غريبة بتحصل، وأديلايد فاكرة إن دي علامات. جاب حاول يهديها وقال لها ما تقلقيش، هو هيحميها. لكن فجأة النور اتقطع. في الوقت ده جايسون دخل وقال لهم إن في عيلة واقفة في المدخل. خرجوا يبصوا وتأكدوا إن في 4 أشخاص غريبين شكلهم مخيف وواقفين ماسكين إيد بعض. أديلايد بدأت تتوتر واتصلت بتسعوا مع ناس، بينما جاب خرج عشان يطلب من الغرباء يمشوا من المكان. ولما محدش رد جاب رجع البيت، وأديلايد قالت له إن الشرطة هتوصل بعد 14 دقيقة. جاب ما قدرش يستنى واخد مضرب وخرج تاني يهدد الغرباء. فجأة الشخصين الصغيرين استخبوا، والشخص الأطول بدأ يقرب من جاب اللي اتوتر ورجع للبيت بسرعة. زورا جرت تختبي فوق ولاحظت واحد من الغرباء بيطلع على الشجرة، وواحد تاني بيبص من الشباك وبيراقب جيسون. أديلايد جابت ولادها قريب منها، وجاب واقف عند المدخل سامع ضرب الشخص الكبير على الباب. في اللحظة دي الضرب وقف، والشخص الغريب بدأ يصفر وهو بيدور على المفتاح الاحتياطي اللي كان تحت حجر صناعي. لما حاول يفتح الباب جاب ضغط الباب عشان ما يدخلوش، لكن الشخص الغريب مد ايده وسحب المضرب. ضرب جاب بيه ووقعه، والباب اتفتح ليكشف عن إبراهيم اللي شبه جاب بالضبط. الغرباء التانيين دخلوا البيت لما كسروا الشباك، والعيلة اتصدمت لما لاحظوا إن الناس دي نسخة منهم بالضبط. الفرق الوحيد إنهم كلهم لابسين بدل حمراء وبيمسكوا مقصات. النسخ فتحوا المدفأة وبدأوا كأنهم بيكلموا بعض عن طريق أصوات غريبة، ما عدا نسخة أديلايد اللي اسمها ريد اللي كانت بتتكلم بصوت أجش جدا. بدأت تحكي قصة بنت كان لها ظل، وشرحت إنهم كانوا مربوطين ببعض. لما البنت كانت بتاكل كانت بتاخد أكل كويس، لكن الظل كان بيضطر يصطاد وياكل أرانب نية. في الكريسماس كانت البنت بتاخد ألعاب رائعة،
لكن الظل كان بياخد حاجات قديمة بتجرح إيده. يوم قابلت البنت أمير ووقعت في حبه، لكن الظل قابل إبراهيم. ما كانش يهم لو الظل بيحب إبراهيم أو لأ، لأنه كان مربوط بأمير البنت، فاضطر يتجوزه هو كمان. لما البنت جابت بنت جميلة، الظل جاب وحش صغير. بعدين لما البنت جابت طفلها التاني، الدكاترة فتحوا بطنها، لكن الظل اضطر يعمل ده بنفسه. الظل كان بيكره البنت لفترة طويلة، لحد ما في يوم أدرك إنه بيتم اختباره من الله. لما راد خلصت القصة، جاب اللي كان مرعوب، عرض عليهم فلوس وحاجات مادية عشان يمشوا، لكن هم رفضوا. لما سألهم هم مين، راد ردت وقالت إحنا أمريكيين. بعد كده أجبرت أديلايد تقيد نفسها في الطاولة، وهددتها إنها هتأذي الأطفال لو ما قطعتهاش. بعد ما خلصت، إبراهيم أخد نضارة جاب وبدأ يسحبه بره البيت وضربه لما حاول يدافع عن نفسه. ولما خرجوا بره، إبراهيم ضربه بإيده عشان يوقعه. جوه البيت، ريد قالت لزورا تجري، ونسختها التانية أمبري بدأت تطاردها. أما النسخة الأخيرة اللي اسمها بلوتو، مد إيده لجيسون ودخله سوا في الدولاب، وهناك أجبره إنه يلبس قناع اللعب بتاعه، وكان بيقلد كل حركاته. لما شالوا القناع، بلوتو كشف عن وشه المحروق. الولاد لبسوا الأقنعة تاني، وبلوتو سلم على جيسون وطلب منه يعملوا خدعته السحرية. جيسون شغله بالخدعة، بعدين نط بره الدولاب وقفل الباب عشان يحبس بلوتو جوه. على الطريق، زورا فضلت تجري، لكن أمبري ظهرت قدامها. زورا حاولت تخبي ورا العربية، وأمبري فضلت تلف معاها على الجهة التانية، لحد فجأة أمبري اختفت. زورا بصت تحت العربية وهي خايفة وما لقيتش حاجة، فرفعت رأسها وشافت أمبري فوق العربية. في اللحظة دي صاحب العربية خرج يشتكي، وزورا استغلت الفرصة وجريت، بينما أمبري قتلت الراجل بالمقص. في نفس الوقت جاب صحي من كيس بلاستيك كان محبوس فيه، وعمل فتحة فيه عشان يكتشف إن إبراهيم أخده على قارب. فجأة المحرك وقف، وإبراهيم بدأ يصرخ بأصوات غريبة وهو بيضرب الناس في البيت. أثناء ما كان إبراهيم مشغول، جاب خرج من الكيس وضربه بالمضرب ووقعه في المياه. في اللحظة دي المحرك اشتغل تاني، والقارب اتحرك ووقع جاب في المياه كمان. جاب فضل يلف بالقارب شوية لحد ما المحرك وقف مرة تانية، فاستغل الفرصة عشان يرجع للقارب. وهو بيطلع، إبراهيم ظهر وراه وحاول يطعنه بالمقص. بعد شوية صراع، جاب قرر يخبط رأسه في المحرك عشان يشغله، والماكينة قتلت إبراهيم على طول. في البيت، أديلايد سألتهم عايزين إيه. ريد قالت إنهم عايزين ياخدوا وقتهم، لأنهم مستنيين اليوم ده من زمان جدا. سموا الحدث ده فك الرباط. ريد ضغطت رأس أديلايد على الطاولة لحد ما كسرت الزجاج، لكنها سابتها لما سمعت بلوتو بيصرخ. ريد راحت تحرر ابنها وبدأت ترجع، لكنها وقفت لما لقيت صندوق فيه حاجات طفولة أديلايد. وقفت تبص على الأرنب قبل ما تقطع رأسه. في غرفة المعيشة، أديلايد حاولت تفك القيود لكن ما قدرتش. بعدين مدت رجليها عشان تمسك عصا المدفأة واستخدمتها في كسر الطاولة، وأخيرا حررت نفسها. وهي ماسكة العصا كسلاح، بدأت تدور في البيت لحد ما لقيت جيسون. بلوتو كان بيطاردهم، فبديت أديلايد تحرك الأساس عشان تسد طريقه. بعدين هي وجيسون خرجوا بره البيت واتجمعوا مع زورا. كلهم جريوا على الرصيف وركبوا القارب مع جاب اللي شغل القارب وهرب بعيلته، بينما النسخ كانوا بيتفرجوا عليهم من بعيد. في نفس الوقت كيتي سمعت صوت بره البيت وبعتت جوزها جوش عشان يشوف. جوش قال إنه شايف حد، لكنه كان بيهزر. لما بناتهم التوأم خرجوا يسألوا في إيه، ظهرت مجموعة تانية من النسخ. شكلهم كان نفس شكل عيلة كيتي، لابسين بدل حمراء وما بيتكلموش. كانوا ماسكين مقصات واستخدموها في قتل العيلة كلها. في اللحظة دي عيلة أديلايد خبطت على الباب. لما جوش المزيف فتح، أديلايد لاحظت البدلة والدم، فضربته على رأسه بعصا المدفأة. جوش ما تأثرش ومسك ذراعها عشان النسخ التانية تسحبها جوه البيت. بعدين جوش طارد جاب اللي بدأ يجري، بينما ولاده دخلوا البيت. زورا مسكت عصا جولف، والأخوات لقوا الجثث على الأرض. سمعوا صراخ جاي من فوق، فجاب جيسون زينة تقيلة وبدأوا يطلعوا فوق لحد ما لقوا التوأم الميتين. واحدة من الأخوات المزيفة كانت بتعمل شقلبات وبتسد طريقهم، لكن زورا ضربتها بعصا الجولف ووقعتها على الأرض وقتلتها. الأخت التانية ظهرت وراها، وزورا بدأت تضربها بالعصا كذا مرة لحد ما وقعت. زورا فضلت تضرب الأخت المزيفة لحد ما ماتت هي كمان. في غرفة النوم، أديلايد كانت مقيدة في السرير بينما كيتي المزيفة كانت بتحط مكياج. كيتي هددت أديلايد بالمقص، لكنها في آخر لحظة سحبته، وبعدين بصت في المراية وكأنها هتعمل ده لنفسها. على الرصيف، جاب كان مستخبي في قارب. لما جوش المزيف بدأ يدور عليه، جاب ضربه بشعلة في وشه وقتله. كيتي بصت من الشباك لما سمعت صوت الضربة، وبدأت تحرك شفايفها كأنها بتصرخ أو بتضحك،
لكن ما كانش فيه صوت. زورا وصلت وحاولت تهاجمها فجأة، لكن كيتي لفت ودفتها على السرير. لما كيتي كانت على وشك تطعنها بالمقص، جايسون ضربها من ورا ووقعها. بعد كده العيلة كلها اتجمعت في غرفة المعيشة، وأديلايد حاولت تتصل بالشرطة لكن محدش رد. شغلوا الأخبار وعرفوا إن النسخ اللي لابسين بدل حمراء ظهروا في كل أنحاء البلد، وبيقتلوا الأشخاص اللي شبههم باستخدام المقصات. بعض الناس قالوا إنهم طلعوا من المجاري. دلوقتي النسخ واقفين في الشوارع ماسكين إيد بعض وبيعملوا سلسلة بشرية. جاب كان فاكر إنهم في أمان في بيت كيتي، لكن أديلايد جادلت معاه لحد ما أقنعته إن الأفضل يسيبوا البلد. الأطفال وجاب خرجوا بره البيت، بينما أديلايد كانت بتدور على مفاتيح العربية ولاحظت حاجة غريبة في الغرفة. جارت بسرعة تمسك طاسة ولفت في الوقت المناسب عشان تضرب كيتي بيها. بعدين الستات بدأوا يتخانقوا، وأديلايد لقت مقص على الأرض فاستخدمته وطعنت كيتي وقتلتها نهائيا. في نفس الوقت جيسون دخل يدور على أمه وشافها وهي بتقتل كيتي. بعد كده كل العيلة جريت بره وركبوا العربية، لكن لقوا أمبري واقفة في نص الطريق. زورا شغلت العربية عشان تخبطها، لكن أمبري نطت ووقعت فوق العربية. بدأت تضرب الشبابيك بالمقص، فزورا سرعت شوية وبعدين فجأة وقفت العربية وأمبري طارت في الغابة. أديلايد راحت تتأكد إذا كانت ماتت فعلا، ولقت أمبري عالقة في فروع الشجر لكنها لسه عايشة. وشها كان بيشبه زورا جدا، فقررت أديلايد ترجع لعيلتها وتسيب أمبري تموت لوحدها ببطء. الصبح العيلة وصلت للمدينة ولقوا عربيتهم الأصلية مولعة وبالوتو واقف جنبها. أديلايد قربت منه بلطف، لكن جيسون لاحظ إنه فخ والعيلة كلها خرجت من العربية فورا. كان في خط وقود واصل للعربية وبلوتو كان مستعد يولع فيها. جيسون افتكر حركات التقليد وبدأ يمشي للخلف عشان يجبر بلوتو يعمل نفس الشيء. أثناء ما بلوتو وقع في نار العربية المولعة، ريد استغلت الفرصة وخطفت جيسون. أديلايد بدأت تدور عليه بشكل يائس ووصلت للشاطئ حيث كانت النسخ واقفين ماسكين إيد بعض. دخلت بيت المرايات الترفيهي وكسرت البومة اللي خوفتها وهي صغيرة. بعدين لقت باب في الخلف وفتحته، وده سمح لأرنب يهرب. أديلايد مشيت في غرفة مليانة آلات ونزلت تحت. بعد ما عدت على كام باب وصلت لسلم كهربائي أخدها لنفق تحت الأرض مليان أرانب. كان في عشرات الأبواب تحت، وأديلايد بدأت تفتحهم واحد واحد لحد ما لقت ريد بترسم ناس ماسكين إيد بعض على لوحة في فصل مليان أقفاص. ريد شرحت إن البشر هم اللي بنوا المكان ده، وكانوا قادرين يعملوا نسخ من الأجسام لكن مش من الأرواح. في روح واحدة مشتركة بين اتنين. النسخ دول هما المربوطين، وكانوا بيستخدموهم للتحكم في الناس اللي فوق زي العرائس. في النهاية المربوطين اتسابوا لوحدهم وجنوا تحت وهم بيحاولوا يعيشوا على أكل الأرانب بس. لكن ريد كانت مختلفة، ولما أديلايد جت للكرنفال ريد خرجت من النفق عشان تواسيها. خلال السنين اللي بعدها لما أديلايد بدأت تتدرب على الباليه، ريد استوحت من الرقص عشان تلاقي إيمان في حياتها. بدأت تخطط عشان كل الناس المربوطين يقدروا يعيشوا فوق الأرض. باستخدام حركات الباليه ريد اتحركت في الغرفة ووقفت الطاولة اللي أديلايد كانت بتدفعها، وبعدين طعنت يدها بالمقص وضربتها وده خلاها تسيب العصا. ريد ركلت العصا بعيد وحاولت تطعن رأس أديلايد، لكنها كانت بتقاوم بشدة، فبدل كده ريد رمتها على الأرض. أديلايد مسكت العصا مرة تانية وهاجمت ريد اللي بسهولة صدتها وركلتها قبل ما تخرج من الفصل. أديلايد اليائسة تبعتها للنفق وفضلت تحاول تضربها، لكن ريد كانت بتتفادى كل ضرباتها بسهولة وكانت بتجرحها بالمقص من وقت للتاني. في النهاية ريد طعنت أديلايد في بطنها واختفت في غرفة التانية. أديلايد دخلت الغرفة وريد حاولت تفاجئها من الخلف، لكن أديلايد لفت في الوقت المناسب وطعنتها بالعصا. دفعتها بعمق، لكن ريد كانت لسه عايشة وبتصفر، فحطت أديلايد القيود حوالين رقبة ريد وكسرته عشان تقتلها نهائيا. بعد كده أديلايد أخدت مفاتيح ريد ولقت جيسون في خزانة. خرجوا من النفق واتجمعوا مع عائلتهم عشان يهربوا في عربية إسعاف. أثناء ما أديلايد كانت بتسوق بدأت تتذكر الحادثة بالتفصيل. اتضح إن أديلايد المزيفة خنقت البنت الحقيقية لحد الموت وبعدين أخدتها للنفق وأيدتها في السرير. بعد ما خدت هدوم البنت الحقيقية النسخة خرجت بره وأخدت حياة أديلايد. عشان كده هي ما كانتش بتتكلم بعد الحادثة واضطرت تتعلم من جديد، وعشان كده ريد كانت النسخة الوحيدة اللي بتتكلم. جيسون كان بيبص لأمه بشك، لكن أديلايد بس ابتسمت. في الوقت ده كل النسخ في البلد كانوا ماسكين إيد بعض في سلسلة بشرية ضخمة.